من المؤكد أنه هناك مغاربة ناطقون بالأمازيغ، ولاحظتم أنني أستعمل ناطقين بالأمازيغ، لأننا نستطيع أن نميز شخصا ناطقا بالأمازيغ. أما من هو أمازيغي من ليس، هذه مسألة صعبة. بل من يعتبرون أنفسهم غير أمازيغ لو بحثنا لوجدنا أنهم أمازيغ. وإذا سمحتم سوف أعطيكم بعض الأمثلة، ولسوف نتطور من خلال هذه الأمثلة لنتساءل من هو الأمازيغي ممن هو غير الأمازيغي. اذهبوا لأي شخص عربي ربما من مصر أو السعودية أو العراق، وقول له تكرفست، واحد تكرفيسة ما فيها ما يتشاف، ما غاديش يفهم. نقول له صفتني ليك واحد السيد، غالب الظن أنه لن يفهم. وفلان زقل بينالتي، ما غاديش يفهم. والريح كتصوت، ما غاديش يفهم. واحد الفكرون داز والجرن، هذه كلها كلمات أمازيغية. هذه كلها، ويمكن حقيقة أن أعطيكم ما لا يحصى من التعابير التي هي أمازيغية ونستعملها. تبوحيط من أحيون، شقنا، وقس كيدمر، بمعنى أن اللارجة التي نستعملها تسكنها الأمازيغ. في المعجم يعني حتى قل مثلا لشخص من سوريا أو لبنان مرأة فلانة هجالة، لن يفهم، ولأنها يعني ببساطة كلمة أمازيغية. برهوش وهو الجرو، يعني تبوريشة، يعني كلمات نستعملها حتى الذين حقيقة لا يحسنون الأمازيغية ويحسبون أنها. أنا كم من مرة سمعت حتى في التلفزيون ويحكي أو شخص يعني واحد تكرفيصة، والتكرفس يكرف سن يعني كتفو بحال دجاج مكتف إلى آخره، يكرف سن يعني جاي مكتف إلى آخره، أو مكفس من أكفوس إلى آخره اللي هو السخام، لا سوي إلى آخره. يعني لغتنا الأمازيغية تحمل في معجمها الكثير والكثير من الكلمات التي أصلها أمازيغ. ربما لو انتقلنا إلى شيء أهم من المعجم وهو البنية، واللغة هي بالأساس بنية. لا يمكن حقيقة أن نعتبر، وهو من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون حينما يقارنون لغات، يعني مصطلحات يعني التركية مثلا تحمل كلمات من اللغة العربية ولا علاقة لها باللغة العربية. إيراني الفارسية نفس الشيء، إن بنية اللغة الفارسية مختلفة، والبنية هي الصرف مكان الفعل والفاعل إلى آخره. لنأخذ بعض التعابير. كي البرد، من المؤكد أن كائن عربية والبرد عربية. وإذا كتبت في اختبار ما كائن البرد لمصحح أو أستاذ سوري أو عراقي فلن يفهم، يقول لغة ركيكة، أو ما زال ما جاء، ما زال عربية، جاء عربية، ولكن التعبير هو فقط ترجمة حرفية يعني للغة الأمازيغ. بقى في الحال كما ذي الحال إلى آخره، يعني بقي في الحال لا تعني شيء. يعني ما عنده وجه. إذا قلت لشخص ليس له وجه لا تعني، ولكن هي ترجمة الواروذم
بل أحيانا هناك تعابير يعني تؤدي إلى ما يسمى un faux sens أو des faux amis. هالعار، أنا في عرك، والعار باللغة العربية تعني شيء مشين، في حين أنها في الأمازيغية أو ما نستعمله بالدارجة هو ترجمة الأمور، أمور وهو الحمى لغمورنك أنا في حمام، وترجمت، والحال أنه حينما نقول أنا في عار كعار الله إلى آخره، عار الله يعني واش الله عار يعني، لأن عار باللغة العربية تعني شيء، ولكن نحن ترجمناها لأنها يعني أو مثلا كلاه فمو، إذا قلتي كي ياكلوا فمو ولا كي ياكلوا لسانه يعني يتشايل سنس ما عندها معنى يعني، أو كيدي لخوالو يعني معناه أنه نفكر بالأمازيغية ككل شخص حينما يتعلم لغة أجنبية يفكر دائما في اللغة الأصل، معناه أن أجدادنا كانوا يتكلمون الأمازيغية، وحينما أخذوا يتعلمون اللغة العربية كانوا يفكرون في نفس البنية، وهذا يدل بأنه نحن أمازيغ. طبعا إلى الآن نستعمل تعبير ساري فيما يخص كل المهن، تحدات، تنجدرت، يعني تبوليسيت، تحرميات، يعني كل المهن كلها بصيغة أمازيغية. ومن الأشياء حقيقة يعني التي تثير الاستغراب، يعني أحيانا نأتي أو نستعمل جمل يعني ركيكة من اللغة، واحد المرأة، واحد مذكر، امرأة مؤنث، يتمطط، يتمغرد، شي حاجة ديما عندنا في كل كذا، وهي طبعا كران الحاجة إلى آخره. معناه أننا نفكر